أهم شي يكون لون المانجا موجود أو كركل الجسم. دلكتك جاهزة وعندك طلحك إنه نظيف. إذا امبارح أنت استعملت الجهة دي، اليوم حتعمل الجهة التانية كده. يعني إذا أنت أول مرة في حياتك تستعملي طرحة واحدة مع فحمة واحدة، أما إذا أنت ما شاء الله متعودة خلاص تقدر تحطي 2 أو 3 عادي. يعني أهم حاجة يكون جنبك الشفاط، يعني إذا في المطبخ جنب شفاط المطبخ، وإذا في الحمام جنب شفاط الحمام. هذه يا بنات بطانية الدخان، هنا بتقفليها دي في الرقبة، بتقفليها كويس، وبعدين تشدي الربطة دي. الكويس فيها إن هي مرة على البشرة يعني، وما بتخلي الدخان يتسرب يعني بسهولة، فعشان كده ممتازة. تقدروا تطلبوها من المتجر. الخياطات المهمة حبيبات السعوديات اللي دايما بيحبوا يستعملوا الدخان السوداني، حاجتين. أول حاجة ما بعد الدخان طوال تمشي تستحمي، يجيك التهاب ممكن تنام في المستشفى. الحاجة الثانية ما تطلع من الدخان وطوال تدخل على المكيف أو على هواء أو على مروحة. خليكي في مكان دافي بعيد من الهواء. الحماس أهم حاجة يا بنات، شجعوني عشان أكمل باقي السلسلة. تحفظ الفيديو وترسليه لكل صحباتك، وإن شاء الله أكمل لكم كل أسئلتكم واستفساراتكم.